السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله معانا حل التقييم العاشر لمادة ال ICT الصف الرابع. وأول تيست طبعا الأسئلة كلها true or false يا ولاد. فأول تيست بيقول coding أو programming is used in animations and online games you practice via the internet. يعني احنا بنستخدم البرمجة أو التشفير خلال الألعاب الأنيميشن والأونلاين جيم عبر الإنترنت. الإجابة صحيحة. You must choose appropriate font size for your poster to be easy to read. انت لازم تختار الخط وحجمه المناسب لعمل بوستر علشان يبقى سهل في القراءة، والإجابة برضو صحيحة. ندخل على السكند تيست بسرعة. Microsoft Paint allow design image and save it. برنامج الرسام بيسمح لنا ان احنا نصمم صورة ونحتفظ بيها. الإجابة صحيحة. To solve different problem break it down to small section step by step. عشان نحل مشكلة صعبة لازم نقسمها لمجموعة من الخطوات خطوة خطوة، أو نقسمها يعني لمراحل، نجزأها بمعنى أصح. فالإجابة صحيحة. الثيرد تيست بيقول the image should be suitable in term of the content you are sharing. يعني الصورة اللي احنا بنختارها لازم تكون مناسبة للمحتوى اللي احنا بنشاركه. طبعا الإجابة صحيحة. You must assign each person in the group a section of the problem to solve. برضو الإجابة صحيحة، ومعناها ان احنا يجب لما يبقى عندنا مشكلة بنقسمها لكل شخص في المجموعة بتاعتنا علشان نقدر نحلها. هسيب لكم دلوقتي برضو الحل بتاع الأسئلة، وهندخل بعدها على التقييم الواجب المنزلي والأداء الصفي. أول حاجة الكلاس evaluation بيقول make a presentation of one slide to one of your chosen subject. يعني جرب تعمل على برنامج الباوربوينت سلايد وتختار موضوع محدد، وطبعا دي بنقوم بيها في المعمل أو من خلال اللابتوب والكمبيوتر بتاعنا في البيت. طيب بعد كده الهومورك بيقول you must choose A when making a poster or billboard. انت لازم تختار A لما تكون بتعمل محتوى اعلاني او لوحة اعلانية. طبعا هتختار suitable font size. فالاجابة بتاعتنا هتكون letter D suitable font size and type. مش هينفع نختار small ولا big ولا نختاره difficult صعب في القراية، فاحنا بنختار المناسب. اللي تشوز التاني معانا بيقول the space program can determine if the text is written correctly or not. يعني هل البرنامج ده بيختار الحاجة اللي بتحدد لي هل النص بتاعي مكتوب بشكل صحيح ولا لا. طبعا ده برنامج الوورد لانه هو فيه مصحح للكلمات. اللي متابع معانا التقييمات اللي فاتت هيبقى فاهم ان التقييم ده ريفيجن مجمع من التقييمات اللي قبلها، خصوصا التقييم السابع والثامن، وكلهم موجودين على القناة. اتمنى لو وصلتوا لحد هنا ان انتوا تشاركوا محتوانا وتشتركوا في القناة وتدعمونا باللايك.